سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم لي بات بلاصوص وصدر ديال الدجاج. كناخذوا الطنجره كنديروا فيها الماء ونخليوه يغلى فوق البوطه، نزيدوا ورق سيدنا موسى، مليحه، شويه ديال زيت العود، ملي يغلى الماء ونزيدوا لي بات. ممكن تستعملوا اي شكل بغيتو. نخليو لي بات يطيبوا، ما كياخذوش وقت بزاف. غادي ناخذوا مقيله نديروا فيها الزيت، واحد البصيله صغيره، انا درت زيت العود، ضريسه ديال الثومه محكوكين وشويه ديال الملحه. نخليو هاد البصله تشحر، حتى تنزل البصله مزيان. وعاد نزيدو قطع ديال الصدر ديال الدجاج، ممكن تستعملوا لا دند. المهم انا كنفضل الدجاج على لا دند. نشحرو مزيان. ودابا نزيدو لاصوص ديال المطيشه، انا استعملت لاصوص جاهزه. اللي ما بغاش دير هاد لاصوص تاخذ حبات ديال المطيشه تحكهم اولا تطحنهم صافي وتستعملهم. دابا نبداو نديرو في العطريه شويه ديال التحميره اولا فلفل احمر حلوه، شويه ديال الابزار، سكينجبير، واحد شويه ديال الخرقوم بلدي ماشي بزاف. والملحه راه درناها في الاول فاش كنا شحرنا البصله، راني درت الملحه. نزيدو شويه ديال الربيع، ناخدو كاس ديال الماء من داك الماء اللي سلقنا فيه لي باط ونزيدوه على لاصوص ونقصوه العافيه. ونخليو المقيله ديالنا طيب على خاطرها. من بعد ما طابت دابا زدت واحد شويه ديال الزعتر محكوك، ناخدو لي باط اللي سلقناهم كنصفيوهم من الماء وكنزيدوهم على هاد لاصوص. نحركو مزيان.
دابا نطفيو البوطون ونزيدو واحد شويه ديال الفرماج محكوك، غير واحد شويه. نزيدو الفرماج مع حد ليباط كتكون باقا سخونه باش كيتعلك داك الفرماج صافي، وكنقدموها. وهذا هو الشكل النهائي ديال ليباط كيفاش كتجي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم، بالصحه والراحه.